حبايبي، بصوا يا جماعة، أنا مش هكلمكم طبعا على كمية التشويه والضلال اللي بتحصل في القنوات بعد خروج النادي الأحمر، لأنه لا يعنيني، بس أنا بيعنيني إن الناس دي بتحاول تفهم الناس إنه اللي حصل ده منطقي، وإن الفرقة دي عملت مجهود، وإن الفرقة دي ناجحة. وأنا بستغرب جدا الإعلام إنه بيضلل. انتوا شفتوا إن ما كانش فيه أصلا معسكر، وإنه كان مجرد حاجة ترفيهية، واللعيبة بتنزل تعمل شوبينج قبل الماتش وشفتوا عربية النقل ما شاء الله، يعني هم أول فريق عربي يجيب أجهزة كهربائية وهو جاي. هم سافروا متعة، سافروا يتفسحوا، سافروا يعملوا شوبينج، هم ما عملوش أي إنجاز. كون إنك تقارن وتقول أصله لاعب فريق مش عارفة إيه وكسب إيه، وأول فريق يكسب نادي مش عارف إيه اللي بتقولوه ده. يا جماعة، فريق الزمالك والفريق أصلا بتاعكم ده كان بيلعب فرق أوروبية من الأربعينات والخمسينات وبيكسبوهم. انتوا بس بتحاولوا، الجيل ده مش فاهم حاجة، فانتوا بتضللوا الناس. أنا بس اللي بستغربه علامات استفهام، هو الإعلام إزاي بيعمل ده؟ إيه كم أصلا الناس اللي راحت، وناس اللي قعدت تحت الشماسي، والناس اللي قعدت تتكلم، والناس اللي قعدت تقول مش عارف إيه، والنسر. انتوا بتعملوا إيه؟ هي كل البعثة الإعلامية دي كانت ليه؟ هو إيه اللي كان بيحصل ده؟ يعني ايه الاستوديوهات لازم كلكم تلبسوا احمر؟ اصل احنا بنلعب باسم مصر. هو انتوا مصر بتلعب؟ طب اهو بيراميدز هيلعب الانتر كونتيننتال، هتروحوا تشجعوه؟ الاعلام هيطبل ويقول لك بيلعب باسم مصر. لما يلعب في كاس العالم للانديه هتبعتوا بعث اعلاميه وهتقعدوا تقولوا ده بيلعب باسم مصر ولازم الكل يشجعه ومش عارف ايه وبتاع؟ ده حتى يعني العلامه بتاعته الاهرامات بقى مش نسر. هتعملوا ايه؟ يعني ازاي بتحاولوا تفهموا الناس ان الفاشل ناجح، وابتدى جماهيرك تدخلوهم في سكه زملكاويه غيرانين؟ انت بتحقد عليا ليه؟ انتوا بتهاجموني ليه؟ انتوا ابتدى الاعلام يخش في نفس القصه، ان احنا بنهاجمهم، وان احنا حاقدين، وان احنا غيرانين، وان انتوا مستغربين ان احنا غيرانين، وانتوا مستغربين ان احنا حاقدين، وانت ازاي كده؟ وابتدوا هم بقى كل بوستاتهم يا غيران يا حاقد يا مش عارفه ايه، يعني يطلع ميدو يقول لك مع اساسيات الكوره الراجل يتهاجم، يتشتم، يعمل. اذا كنتوا انتوا اعترفتوا بنفسكم. سيد عبد الحفيظ قال بعد الماتش على طول من الملعب وهو عامل راسه كده، قال لك الماتش انا استغربت اساسي، يعني اللي هو الباصات بينهم وبين بعض، كله ميس باص، كله ميس باص. طب دي اساسيات اللعبه، ضايقتكم الكلمه في ايه؟ واحد يطلع يهاجمه ويقول له انت فاكر نفسك انت مش قدوه. طب حضرتك قدوه عملت ايه لما هو مش قدوه؟ اللي اللعيبه في انجلترا عارفينه، وفي اياكس، واللاعب دي في اوروبا معروف اسمه، معروف لما بيقولوا صورته عارفين ميدو، يعني ودروجبا ومش دروجبا واللعيبه دي كلها عشرته ولعبت. لما ده ما عملش تاريخ، حضرتك عملت تاريخ ايه؟ وحضرتك ولا هو كده طلع جاب سيرتنا؟ انتوا اي حد بيجيب سيره النادي ده الاعلام بيخش يعتبر بيقضي عليه، بيقضي عليه. وبعدين تيجي تقول لي اما الناس بعض الناس قالت لك شوف نادي الهلال السعودي عمل ايه وانجازاته ايه وبتاع، وشوف نادي عربي. طالعين هم يقولوا ايه؟ انت بتقارني بالهلال؟ انت بتقارني بالمدير الفني فلان الفلاني بتاع الهلال اللي كان بيدرب؟ انت بتقارني باللعيبه اللي عنده؟ اه لا، ده انا قارنك يا حبيبي. انت جايب لعيبه بمليارات يا بابا. ما انت بتقارن نفسك ببيراميدز والزمالك وزد، وعامل نفسك بطل في الدوري. طب ما انت برضو انت عايز كل الصفقات اللي عندك دي، ده تريزيجيه بس وزيزو باتنين عنده 2 مليار، واللعيبه اللي عندك دي كلها، وعقود الرعايه دي كلها، والمليارات دي كلها، وما تاخدش الدوري؟ انت ما خدتش كاس؟ انت ما خدتش الدوري غير لما اللائحه اتغيرت، ولسه لحد دلوقتي القضيه في محكمه الكاس، المحكمه الرياضيه، وما خدتش اي بطوله، وخرجت من افريقيا. انت بتقول اصل انا في الهلال ما تقارنيش بالله، ده انا قارنك. لما انت اللي هنا، انت طول ما انت قاعد تقول لك انا نادي بتاع الميراث. انتوا عارفين القيمه التسويقيه لعيبه الزمالك قد ايه، وبتتريق على انك انت اكبر قيمه تسويقيه واكبر واحد عندك. طب ما انت كمان ده احنا، ده انت بقى لازم، ده انت المفروض الدوري ده وافريقيا والبطولات دي، انت لا الترجي ولا الوداد ولا اللعيبه بتاعت افريقيا جابت الصفقات اللي انت بتجيبها. امال اقارنك بمين حضرتك لما انت بتقول اصل ما فيش؟ لا، ده انت الدوري ده بقى عيب اصلا تلعب فيه، يعني تلعب في الدوري بتاعنا ده القيمه التسويقيه ايه في الدوري عندنا مقارنتك بيك؟ انت مش عايز اقارنك بالهلال؟ لا، ما احنا نقارنك بهنا. انت القيمه التسويقيه عندك هنا وفي افريقيا انت الاعلى. انت اللي خدت افريقيا
ولا خدت كاس ولا خدت الدوري غير لما ادولك 3 نقط زور. بس انت بتخاطب مين؟ والناس تخش تقول له عندك حق واحنا زي الهلال. لا، ده انت زيه، انت زيه بالنسبه لي هو في قارته اوكي الاعلى، وحضرتك هنا انت المفروض انك الاعلى. هو انت مش سيد اسياد افريقيا؟ هو انت مش الاعلى في افريقيا؟ انت الكبير بتاع افريقيا؟ لا ده انت بقى، لا ما هنقارنك ازاي؟ يعني ايه ما فيش مقارنه؟ يا راجل ده انت 24 ساعه تتريق على الزمالك، 24 ساعه تتريق على الانديه انت بتلعب برضو مين يعني؟ مش زد وفاركو ومودرن يا راجل؟ ده انت رؤساء الانديه بيقولوا لكم ده انتوا لو طلبتوا عنينا نديه لكم. ده القندوسي اتباع لنادي سويسري، وفي شرط ان لو اتباع لحته تانية تاخد انت 20% وهو مصاب عشان خاطر يودوه في حته عشان ما الزمالك ما ياخدوش. انت حد بيسالك عمر الساعي دوت ولا عمر الساعي ولا مش عارفه احمد رضا ولا عطيه الله ولا الناس دي اللي جبتها بملايين؟ انت جبت عمر الساعي ده، هو ده لعب ماتشين على بعض؟ انت بتتكلم على عايزين نعرف بيراميدز فلوسه منين واهدار مع انت الفلوس دي دفعتها في لعيبه واللعيبه دي ما لعبتش وماشيه من غير فلوس منين؟ منين؟ اما لعيب زي عمر الساعي ده تدفع فيه 40 مليون وما يلعبش ماتشين وعايز تمشيه، ومش عارفه عطيه الله هيمشي ورضا سليم هيمشي واحمد رضا مش عارفه جبته بكام، انت ما حدش بيحاسبك؟ ما حدش بيقول لك ده اهدار مال عام وبس فالح تقول للنادي ده من جاب فلوس منين والنادي ده عمل ايه والنادي ده اشترى ايه وما تقارنيش. ده انت يا ابني انتوا، احنا ما حدش حتى بيحاسبك. انت ما حدش بيحاسبك، انت الناس بتطبل لك 24 ساعه. انت فشلت بنطبل، انت ما نجحتش بتطبل، انت خدت الدوري من بتغيير لائح بيطبل، يقول لك مش عارفه البطوله المفضله. انت ايه ده؟ مين اللي ما يقارن؟ مين اللي ما نقارنكش؟ ده انت يا حبيبي المدلل المدلع اللي سحب عقود الرعايه، اللي السطو الاعلامي. ده انت لو اعلامي ولا معلق مدح في الزمالك ما بيقعدش في القناه. انت ما فيش جريده يا راجل، ده انا بشوف جرايد قوميه منزله اخبار عنكم، انا بقعد اقول لهم ازاي بيضللوا الناس؟ اللي مشرفنا اللي مفرحنا ايه ده؟ ده انت يعني ما فيش غيرك من تحكيم. ده انت هو في اكتر من يغيروا اللائحه يخصموا من كل الانديه 6 نقط وحضرتك ما يخصموش منك غير 3 نقط ويبرروا اصلك حضرتك ما رحتش علشان كنت بتقول اصل احنا كنا وكل ده مش عايز تتقارن. ده انت المدلل المدلع اللي انت المفروض تاخد يا اخي الدوري وانت قاعد ده انت بتاخده وانت قاعد في البيت. فتيجي تتريق على الانديه وايه كم اقول ايه كم الخزعبلات اللي بتتقال. واحد اسمه حاجه الخطيب طالع مع مهيب بيقول له مش عارفه في لاعب كده اقسم بالله انا مش تقليل منه انا مش عارفه اسمه، قال الزمالك بيفاوضه ولكن هو قال لهم انا مش عايز غير النادي الاحمر. فقال له مين اللي قال لك ان حد فوضى؟ قال له لا ده بقول لك الكبيره بقى دول راحوا له عند البيت وما رضاش يقابلهم وقال لهم لا. اللي هو انت بتحكي انت بتكلم واحد انا ما اعرفش برضه ما ردش عليك ازاي. هو مين اللي راحوا البيت؟ مين بقى اللي راح البيت؟ الناس اللي عايزه تتعاقد معاني مسؤولين محترمين رايحين يتعاقدوا مع لاعب راحوا له البيت من غير ما يعرف وخبطوا على الباب فما رضيش يقابلهم؟ ولا كانوا سايبين واحد يراقب؟ بقول لك ايه شوف كده اللاعب مش عارفه مين انا ما اعرفش اسمه صراحه، شوفوا كده وصل ايوه وصل اتحرك. فراحوا بقى ايه اتحركوا وجولوا تحت البيت يا اويه يا اويه ما ردش عليهم راح مطلع الفانيلا الحمراء. هو ايه اللي الناس هتتحرك من بيتها من مكاتبها تروح بيت لاعب؟ فاللاعب ما يرضاش يفتح الباب ده حتى لو اللاعب عايز النادي يعني عايز النادي ده الاحمر هيفتح لهم بكل ذوق مش هيروحوا له برده من غير ميعاد. ولا انت بتحلي البضاعه علشان لما يجيبوا لاعب زي ما كنتوا عاملين في عمر الساعه احنا هنجيب لاعب فبتحلوه زي كده فؤاد المهندس لما كان في مسرحيه سك على بناتك عمر الشريف كان هنا وانا قاعد هنا وهي على كلمه واحده ماخدوش يا بابا ماخدوش يا بابا على يدي. مسؤول الزمالك كان جه هنا وقف تحت البيت هنا وقعد يخبط على الباب وهو ابدا ما لبسش غير الاحمر ولا هلعب غير الاحمر ولا اي حاجه. انتوا بتحلوا البضاعه، انتوا بتضحكوا على الناس، انتوا بتقولوا كلام لا يعقل. تجيبوا لعيبه انتوا بتجيبوا اللعيبه وتمشوها بمزاجكم عشان الزمالك ما ياخدهاش ولا ما تستفيدوش بيه؟ طب الملايين دي ايه لما انت بتجيب لعيب؟ اصل انا جبت عمر الساعي عشان اساعد الاسماعيلي. انت ملايينك كتير كده يا راجل، 40 مليون تساعد كده؟ ده ايه الفلوس دي يا عم؟ ده انا وصل لجماهيركم ان الناس بتقول يا سلام لو الرئيس النادي ده مسك حاجه مسؤوله في البلد ده بيعرف ازاي يجيب موارد ويتعاقد مع انتوا وصلتوا الناس بقوا حاسين ان النادي خارق بيجيب ملايين وغير كل حاجه في الدوله صاحب المليارات. احترموا عقول البشر